كيفكن حبايبي؟ اليوم فيديو راح يكون بصراحة غير كل الفيديوهات. بدي احكي لكم عن شي بده يصير معي. تمام، هو انه بدي اسافر برات سوريا. فانا اول مرة بسافر بصراحة وبركب طيارة وماني مجرب هاي الشي انا، بسبب الاوضاع يلي عشناها نحنا، وكانت 10 سنين صعبات كتير علي بصراحة. حتى هاد اللوك اللي بصوره انا، شوف الغرفة اللي بصورها انا بصور فيها، هاي الغرفة اللي عم صور فيها انا. تمام، ان شاء الله هيك بعد فترة، بعد 5 شهور، سنة، وصل للحلم اللي بدي اياه انا، هو المليون مشترك. بس اول خطوة هي 10,000 مشترك، شغلة اوصلها، هي اول هدف بدي اوصلها بهاي القناة. بس اهم شي انه ضل تدعموني باللايكات، بالكومنتات، بأي شي ايجابي منكن. لو شي بسيط، حتى لو شفتني بالشارع سلمت علي، انه كيف افرح بهذا الشي انا. هلا كتير في عالم بقى ما بدو يبلشوا بالقناة، قالوا انه اول ما تبدأ بالقناة حتى يعني يصير معك احباط كتير قوي وحتترك اليوتيوب. فهذا الشي اللي انا مزعوج منه، وراح اضل معكم شو ما صار يصير. يعني بضل انزل فيديوهات، لو كان تفاعل الفيو واحد اضل معكم، وان شاء الله هيك السنة الجاي يكون احسن. بصراحة راح ابعد عن اهلي، انا راح اسافر وراح يتغير كتير وضعي هنا، مش عارف هيك راح تكون احسن. دولة تعرفون انتو، راح اسويلكم فلوق تاني انا عن السفرة، الطريق والرحلة، كان راح اصورلكم اياها ان شاء الله. راح اتخيل كل حياتي انا، ما بعرف شو يصير معي. يا بتحسن اوضاعي يا بتسوء اكتر، يا بضل معكم يا ما بضل. بس الاغلبية راح اضل معكم شو ما صار يصير. نضل ايد بايد ان شاء الله. لو فيو واحد، لو 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 ما حدا متابعني ضل انزل فيديوهات، لانه بعد ثقتي بحالي بعرف عن الفيديوهات ظابطة، عم ننشرها بكل ثقة بكل امان، ما في شي كذب عم ننزل، احنا كل شي صريح بالفيديوهات. وهيك ان شاء الله على خير. ونفس الشي انه بس الواحد يسافر راح يقعد عن اهله سنين وايام، راح ينزعج كتير، ويشعر بالإحباط ويشعر بالدمار. من جهة تانية أصلا اليوتيوب عندي بكون ضعيف بالفيوات، بالمشاهدات، بس إنه راح يأثر علي بصراحة بعدين. رغم هذا الشي أضل معه. بس عليكم تضلوا معي القناة، تدعموني بلايكات، اشتراكات، أضل معكم مستمر، أحبكم كثيرا. بدي أقول آخر شي، اللي عم يشوفني أول مرة لا ينسى يعمل اشتراك بالقناة ويفعل زر الجرس إذا يشوف فيديوهاتي أول بأول، يشوف الفلوق اللي بعده. هو إن شاء الله السفر، رحلتي بالسفر على مدينة تعرفوها انتو، راح اسويلكم مطار، راح اسويلكم كل شي، رحلة كاملة راح اسويلكم إياها. بصراحة راح تكون مغامرة، أول مرة بخوض مغامرة أنا إنه أسافر برا بلدي. فهذا الفيديو هيك كان.